بص يا صاحبي، قبل ما ابدأ الحكاية لازم اقولك ان اللي هتسمعه دلوقتي مش فيلم هندي ولا مسلسل تاريخي. دي قصة حقيقية غيرت شكل الدنيا كلها. احنا دلوقتي رايحين مع بعض سنة 15 هجريا حوالين ارض العراق. هناك هتحصل معركة اسمها القادسية، واللي بسببها الامبراطورية الفارسية اللي كانت مسيطرة على نص الدنيا وقعت. تخيل معايا كده، جيوش فارس الضخمة فعل عملاقة داخلة ساحة القتال، قصور وقادة شايفين نفسهم آلهة على الأرض، وفي المقابل شوية مقاتلين جايين من الصحراء، أكلهم تمر ومية ولبسهم بسيط، بس معاهم عزيمة ملهاش وصف. بص، الدنيا وقتها كانت مقسومة بين قوتين كبار، الروم في ناحية والفرس في الناحية التانية. المسلمين لسه طالعين من الجزيرة وبيكبروا بسرعة رهيبة، كسبوا معركة اليرموك ضد الروم، وبقى عندهم ثقة انهم يقدروا يقفوا قصاد اي قوة في العالم. عمر بن الخطاب كان فاهم ان فارس مش هتسيب المسلمين في حالهم، بالعكس دول هيفضلوا يبوظوا في الاستقرار ويهددوا حدود الدولة، فقرر يواجههم مواجهة شاملة. وهنا بيجي سعد بن أبي وقاص، القائد اللي عمر اختاره مش اختيار عشوائي، لأ، سعد من أوائل اللي أسلموا من العشرة المبشرين بالجنة، وقائد عسكري محنك. قبل ما السيوف تتقابل، عمر قال ادوا القوم فرصة، فالمسلمين بعتوا وفود لرستم قائد الفرس يعرضوا عليه 3 اختيارات: يا الإسلام يا الجزية يا الحرب. الفرس اتعاملوا بغرور، شايفين المسلمين مجرد بدو جايين من الصحراء، لكن الصدمة جات لما دخل ربع بن عامر خيمة رستم. الراجل دخل بخيمة قائد فارس وكأنها أوضة جاره، سيفه متعفر في الطين، هدومه بسيطة، وقاعد يقول لرستم: احنا قوم ابتعثنا الله، نخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد. يا لهوي يا جدعان، الكلام ده نزل زي الصاعقة على ودان الفرس، لا بهرجة ولا خضوع، ثقة مش طبيعية. هنا بقى يا صاحبي لازم تتخيل معايا المشهد: معسكر الفرس، خيام فخمة، أكل وشرب ومظاهر، جيش ضخم يوصل لمئات الآلاف، فيلة حربية مرعبة، لكن جواهم شك وخوف، القادة مش متفقين والجنود متذمرين. أما معسكرات المسلمين فكانت خيام بسيطة، أكلهم تمر ومية، حوالي 30 ألف مقاتل بس معاهم يقين إنهم بيأدوا رسالة. فرق شاسع يا صاحبي، واحد عنده كل الإمكانيات المادية بس روحه تعبانة، والتاني عنده أبسط الإمكانيات لكن قلبه مليان نار. هنا تبدأ أول أيام القتال، اسمه يوم أرماس. رستم رص الفيلة قدام الجيش عشان يخوف المسلمين، وتخيل معايا المنظر: الفيلة متغطية بدروع وعليها جنود وبتزحف على الأرض بخطوات تهز التراب. المسلمين أول ما شافوها اتلخبطوا، ما شافوش حاجة زي كده قبل كده. خيلهم بدأت إن هي تجري والصفوف اتضايقت، لكن هنا يظهر ذكاء القادة. سعد كان مريض في الوقت ده وقاعد في قصر بيتابع، لكن كان عنده قادة زي القعقاع بن عمرو. القعقاع عمل خطة، جاب جمال ضخمة وغطاها بالفرش والعبايات عشان تبان من بعيد كأنها وحوش غريبة، وبدأ يرمي بيها في وش الفيلة. الفرس اتفاجئوا والفيلة نفسها اتلخبطت. المعارك فضلت شغالة اليوم كله، دم وتراب وصوت تكبيرات بيهز الأرض. بعد يوم أرماس المسلمين اتلخبطوا شوية من موضوع الفيلة، بس القادة قعدوا طول الليل يفكروا ازاي نواجه المصيبة دي. الرد جه من القعقاع بن عمرو. الراجل ده مش قائد عادي، ده كان موسوعة أفكار. الصبح بدري القعقاع دخل المعركة ومعاه مجموعات صغيرة. ايه اللي عمله؟ كان كل شوية يرمي دفعة صغيرة تدخل المعركة وهي مكبرة بأعلى صوتها. الفرس من بعيد يبصوا لقي تعزيزات داخلة واحدة ورا التانية، فبدأوا يتخيلوا إن المسلمين لسه عندهم جيش ما تخلش. دي يا صاحبي اسمها حرب نفسية، رعب من غير سيف. طب والفيلة؟ القعقاع قال للجنود استهدفوا العيون. الفيلة يا صاحبي مهما كانت ضخمة لو عينيها اتعورت هتتجنن، وفعلا بدأوا يضربوا عيون الفيلة بالسهام والرماح. في فيلة اتعمت وفي اللي قلبت على جنودها. الفرس اتصدموا، السلاح اللي كانوا معتمدين عليه وقع. تخيل كده يا صاحبي، جيش كامل متعود يخوف الناس بالفيلة، فجأة الفيلة نفسها تبقى عبء عليهم. نيجي بقى لليلة اللي اتسمت بليلة الهرير، وده اسم على مسمى.
تخيل الليل كله من غير توقف، صوت صهيل الخيل، تكبيرات، صرخات موت، سيوف بتخبط في بعض. حتى المؤرخين قالوا مفيش معركة حصلت بالليل زي دي. المسلمين كانوا فاهمين ان طول ما المعركة شغالة الفرس بيتاكلوا نفسيا، ففضلوا ضاغطين عليهم مدينهم احساس ان مفيش امل. القائد الكبير رستم كان بالنسبة للفرس زي العمود اللي ماسك الخيمة، طول ما هو واقف الجنود عندهم أمل. لكن حصلت المفاجأة، رستم وقع في الفوضى. في روايات بتقول انه اتزحلق ووقع في النهر، وفي اللي بيقول اتقتل بسيف واحد من المسلمين. المهم ان رستم مات وانتهى. الجنود لما عرفوا انهارت معنوياتهم، الجيش كله اتفكك زي الرمل. وبكده معركة القادسية خلصت بانتصار ساحق للمسلمين. الطريق بقى مفتوح على المدائن، عاصمة فارس، ومن بعدها الإمبراطورية اللي كانت شايفة نفسها آلهة على الأرض اتفتتت. بص، اللي حصل في القادسية مش درس عسكري بس، ده درس في الحياة كلها. القوة المادية مش كفاية لو الروح منهارة. الحرب مش دايما بالعدد، ساعات بالعقل والخطة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الثقة في الهدف بتخلي المستحيل ممكن. وبكده خلصت الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتركوا في القناة، وان شاء الله انتظرونا في قصص جديدة ومحمسة.